السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوف الفيديو. في بدايه الفيديو كده حبيت اوريكم الحاجات اللي عملتها قبل كده في فيديوهات قبل كده من نفس القماش اللي هعمل بيه فكره النهارده. زي ما انتم شايفين كده عملت بالكرتونه وبالقماش بتاع الخيمه ال- البراويز اللي انا لزقتها في بعض دي. وعملت كمان كيسين مخده زي ما انتم شايفين كده لسرير الاطفال، تحطوها لسرير ولادكم تزينوا اوضتهم زي ما هتزينوا بقيه الشقه، بزينه رمضان وفرش رمضان. كمان تزينوا السراير بأكياس مخدات رمضان. ولو عايزه تعملي ملاية كمان رمضان ممكن تعمليها كمان، هتبقى شكلها حلو كمان. وكمان عملت اعادة تدوير لطبق بلاستيك وبرطمان من القماش الخيمية بالشكل ده. وكمان عملت طاولة رمضان بالشكل ده. زي ما انتم شايفين القماش بتاع الخيامية ده عمل كذا حاجة، لان القماش خامته حلوة قوي، وكمان رسوماته حلوة. عبارة كل القماشة عن مربعات، فتقدري تاخدي كل مربع تعملي منه افكار كتير للبيت، غير بقى الرسمة اللي تبقى كلها تبقى حتة واحدة. المهم النهاردة بقى هنعمل إعادة تدوير بالكمامة، هنعمل إعادة تدوير لفكرة رمضان من الكمامة. هناخد جزء برضو من القماش الخيامية اللي فيه مربعات كده، انا اخترت الرسم الشكل ده اللي انا اخده اعمل بيه إعادة تدوير للكمامة، وهبتدي اقصه. يعني هبتدي اقص المربع ده بس اللي انا هاخده للكمامة زي ما انتم شايفين كده. وقصيت الجزء من القماشة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، خدت مربع واحد بالرسمة اللي انا عايزاها بالشكل ده، وهبتدي الزقها على الكمامة من جميع الجهات. هو مشكله القماش دوت اللي هو بينسل شويه زياده عن اللزوم، فانا هحط له شريط ستان من جميع الجهات علشان التنسيل ده. ولو عندك مكنه او ممكن تتنيه بالمسدس الشمع، بس كده كده انا يعني هعمل الجوانب بالستان. هتشوفوا في الاخر معايا الشكل هيبقى عامل ازاي. هنا بقى هجيب شريط الستان وهحطه على الجناب من الكمامه. وده شكل الكمامه في النهايه، بقت ماسك للستاره. بصوا عملتها ماسك للستاره، تلم الستاره كده بالكمامه بالشكل دوت. يبقى كمان الستارة حتى لو هي مش ستارة رمضان ومعلقة في البيت، كمان هتمسكيها بماسك ستارة رمضان. ففكرة حلوة قوي وبسيطة جدا اللي اي حد يقدر يعملها. اكيد عندك كمامة، مش هتشتري كمامة عشان تعملي الحكاية ديت، لا اكيد عندك كمامة في البيت ما استخدمتهاش، فممكن تعملي الفكرة ديت بيها. اذا كانت الستارة ديت بتاعت المطبخ، بتاعت الطرقة، بتاعت الشباك، فانتي اعملي لمة الستارة او ماسك الستارة بالكمامة بالشكل دوت. يبقى كل الشقة كده فيها روح من روح القماش الخيمة بتاع رمضان. وزي ما انتم شايفين كده الطبلة بتاعت رمضان، وبصوا الزينة بتاعت رمضان ديت كنت عاملاها من سنتين، الفيديو بتاعها بكل الافكار اللي موجودة في على الترابيزة ديت زي ما انتم شايفين كده تحت. كنت عاملاها من القماش الخيمية برضو. المسحراتي وعربية الفول وعربية الكنافة. وفانوس رمضان ده اكبر فانوس رمضان عملته، زي ما انتم شايفين كده اكبر فانوس رمضان، كان طوله متر تقريبا. بصوا شكله حلو قوي، وكان واخد معايا، كنت عامله من الكرتون قماش الفرو، وقطعت عليه فرغت بوجي وطمطم من قماش خيامية ورحت لزقتهم عليه. زي ما انتم شايفين كده ده افكار رمضان عملتها قبل كده كتير قبل كده، وفي افكار عملتها السنه دي، فوانيس كتير من برطمانات وبرطمانات بلاستيك. لو افكار دي ما شفتهاش يا ريت تشوفيها، هتعجبك ان شاء الله. ولو عجبتك يا ريت ما تنسيش بكومنت برايك فيها، ولايك لو عجبتك، واشتراك في القناه لو الافكار كلها عجباكي. واعاده تدوير سهله وبسيطه وعجباكي، كل الحاجات دي من اعاده تدوير، مفيش حاجه اشتريناها غير القماش اللي زينا بيه فقط. فقناتي متخصصة في إعادة تدوير الحاجات القديمة اللي هتترمي، مش هنرمي حاجة، وكل حاجة وليها إعادة تدوير. معايا بإذن الله هنغير كل حاجة ونجدد كل حاجة هتترمي،
واشوفكم في فيديو جديد واعاده تدوير جديد، واقول لكم سلام.